هو ليه بلاط الحرم بيبقى ساقع في عز الحر؟ في ناس قالت انه علشان في انظمه تبريد تحت الرخام، لكن الصفحه الرسميه لهيئه شؤون الحرمين قالت انه السبب الرئيسي هو نوع الرخام نفسه. الرخام ده اسمه تاسوس وموجود في جبل في اليونان. رخام تاسوس بيعكس الضوء والحراره ومش بيمتصهم زي الرخام العادي، لانه في مسام دقيقه بتحبس الرطوبه بالليل وتخرجها بالنهار، فتحس ان الارض مش سخنه حتى لو درجه الحراره 50. بس استنى، انت عارف مين خطط ونفذ توسعه الحرمين برخام تاسوس ده؟ الراجل ده مهندس مصري عبقري اسمه محمد كمال اسماعيل، واللي عمل توسعه الحرمين كلها لوجه الله، ما خدش فيها جنيه. المهندس محمد لما عرف ان النوع ده من الرخام موجود في اليونان طار على هناك، وبالفعل اشترى نص الكميه الموجوده من الرخام ده ورجع بيها على السعوديه وحطها في كل ارضيه الحرم المكي. المهندس محمد قال انه بعد 15 سنه السلطات السعوديه طلبت منه ان هو يحط نفس نوعيه الرخام ده بس في المسجد النبوي. طبعا المهندس محمد خاف جدا، ده اشترى نص الكميه اللي موجوده في الجبل ده من 15 سنه، معقوله النص التاني هيفضل موجود السنين دي كلها؟ المهندس محمد خد اول طياره رايحه على اليونان، بس للاسف لما راح لقى ان النص التاني اتباع فعلا من زمان، فزعل طبعا. بس ربنا الهمه انه يسال الموظفه اللي موجوده هناك سؤال غريب جدا: هو مين اللي اشترى النص التاني من الرخام ده؟ هاتولي اسمه دلوقتي حالا وانا اروح له. وطبعا دي ما كانتش حاجه سهله خالص، ده بيدوروا في دفاتر قديمه جدا، بس ربك لما يريد بقى لقوا اسم المشتري فعلا، ولحسن الحظ طلعت انها شركه سعوديه. المهندس محمد بيقول ان هو فرح ساعتها، بس رجع يفكر تاني: هو معقوله الشركه دي هتفضل محتفظه بالرخام ده عندها السنين دي كلها من غير ما تعمل بيه حاجه؟ بس قال لك خلاص انا هروح الشركه وانا وحظي، وراح فعلا تاني على السعوديه وسال رئيس مجلس الاداره: انت عملت ايه بالرخام اللي انت اشتريته من اليونان من 15 سنه؟ الراجل قال له مش فاكر، بس هسأل في المخازن عندي. المفاجأة بقى ان هو لما سأل لقى ان الرخام موجود زي ما هو في المخزن، ما اتعملش بيه حاجة. المهندس محمد اول ما عرف كده طار من الفرحة وقال له: بص، خد شيك على بياض اهو، اكتب فيه الرقم اللي انت عايزه، بس انا لازم اخد الرخام ده دلوقتي حالا. فصاحب الشركة قال له: لا استنى، هو في ايه حكاية الرخام ده؟ فالمهندس محمد حكى له على قصة الرخام كلها، وقال له ان الرخام ده رايح للمسجد النبوي الشريف. صاحب الشركة أول ما عرف كده قال له: طب والله أنا كمان ما هاخد فيه ولا مليم، ومتبرع بيه كله لوجه الله. شوف ربنا سبحانه وتعالى فضل حافظ الرخام ده السنين دي كلها علشان في الآخر يروح لمسجد رسوله الكريم.